سلام. كاين قرار كبير راهو يتحضر في الكواليس. شكون وراء القرار هذا؟ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان انفانتينيو. في الوقت اللي راهو الحديث عن ضغط كبير على رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم موتسيبي، انفانتينيو يختار زيارة الجزائر. هذا الامر صدفة ولا رسالة غير مباشرة؟ يوم 9 من هذا الشهر 9 أفريل راح تكون زيارة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان انفانتينيو للجزائر. الزيارة اللي حتدوم فيها 24 ساعة، راح تتخللها أمور رياضية، أمور سياسية، والأهم هي الأمور اللي حتكون في الكواليس. في الوقت هذا يجب أن نعرف أول شيء الزيارة تدخل في إطار أنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان انفانتينيو بدعوة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم من الفاف راح تكون له زيارة إلى الجزائر، راح تكون زيارة إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية لسيدي موسى. أيضا راح تكون زيارة إلى ولاية تلمسان وتدشين مركز التدريبات الجديد في أعالي لالا ستي، وراح يكون لقاء محتمل مع رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، لقاء ما بين رئيس الفيفا انفانتينيو ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. زيارة حتكون تقريبا مدتها 24 ساعة أو أقل. لكن السؤال، لماذا اختار جيان انفانتينيو الجزائر في الوقت هذا الحساس؟ هذا الوقت حساس علاش؟ لأنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعيش مرحلة جد صعبة بعد الفضائح اللي كانت على مستوى التحكيم، وأيضا المهازل اللي كانت في كأس أفريقيا من الفضائح التحكيمية، والمهازل في غياب رؤية واضحة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وايضا الموتسيبي، والقرار الغريب اللي كان من لجنة انضباط بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب، والقضية اليوم ما زالت على مستوى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. أنا حبيت نكون معكم اليوم في فحوى هذا اللقاء من جيان انفانتينيو، لأنه اليوم الدواليب والكواليس راح تحاك في الوقت اللي الحديث على كأس أفريقيا المقررة في شهر جويليا، اللي حتكون في 3 دول، تنزانيا وأيضا أوغندا، بالإضافة أعتقد إلى كينيا. الحديث على عدم الجاهزية لهذه ال3 البلدان، وغياب رغبة من الدول بما فيها الجزائر لاحتضان كأس أفريقيا. وموتسيبي سيتوجه حسب بعض ما يقوله الإعلام المغربي إلى المغرب، إلى لقجع، لاحتضان كأس أفريقيا وأيضا احتضان كأس أفريقيا 2028. وكأنه هناك اتفاق ما بين لقجع وموتسيبي، سلكني سلكك كأس أفريقيا 2025، بعد ما كان الكل ينادي ويطالب في الكواليس طبعا لمنح اللقب للمغرب، لكن أرضية الميدان والواقع كان نتيجة للسنغال. المغرب لم يقبل هذا القرار بعد ما صرف كثير من الأموال وكان يخطط ويدبر لهذا الأمر. في النهاية أرضية الميدان كانت للسنغال، لكن مع ذلك لقجع ما استسلمش ومونسيبي ما استسلمش، وكان لجنة انضباط والقرار منح اللقب للسنغال للمغرب. يعني هذا قرار اللي كان غريب. بعدها كان إقالة أو استقالة الأمين العام موسينغو أعتقد اسمه، حتى لا أخطئ في اسمه، بسبب تجاوز سن. لكن هذا كان بضغط من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. ايضا اجتماع المكتب التنفيذي الاخير، غياب الاعضاء. اليوم الاتحاد الافريقي في مأزق، وانفانتينيو اختار الجزائر. لما نربط هذه المعادلة، والجزائر كانت في كل مرة تندد بعدم وجود لنزاهة على مستوى الاتحاد الافريقي في الكثير من المحطات، والجزائر رفضت ان تحتضن كأس افريقيا في نسخة 2027 فيما سبق. اليوم حبيت أن نربط لكم اللعبة أين تحاك وكيف تلعب الخيوط. اليوم جيان انفانتينيو زيارة حتكون فيها رسمية، وراح تكون فيها ربما استفادة من الجزائر من مشاريع اللي تمولها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فورورد. لكن بعيدا عن ذلك يجب أن تكون الصورة واضحة لأنفانتينيو، اللي كان هو عارف ما يحدث داخل الاتحاد الافريقي وكانت له يد، لكن في الجهات المقابلة عارف أنه أي تحركات يجب أن يكون هو على اطلاع بها. هناك من يتحدث على تجديد أعضاء داخل المكتب التنفيذي، وهناك حديث على إنهاء مهام
رئيس الاتحاد الدولي لكرة الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي بسبب ما يحدث من تحركات على مستوى بعض الاتحادات الفاعلة في كرة القدم. أتحدث على الجزائر، السنغال، مصر، أيضا الكاميرون، كوت ديفوار، بدرجة أقل جنوب إفريقيا. هناك سخط، هناك عدم رغبة لما أصبح يعيشه الاتحاد الافريقي لكرة القدم. أصبح دمية في يد الجامعة المغربية لكرة القدم، ويجب الإنقاذ من بينها وبين الورشات المهمة على مستوى التحكيم. وحسينا أنه موتسيبي أصبحت الأمور ما في يده، وأصبح دمية على مستوى الجامعة المغربية، لأن القرارات كلها تصب في مصلحته. والدليل على ذلك غياب أعضاء في الاجتماع الأخير. أنفانتينيو لما راح يلتقي بوليد صادي راح تكون رسائل مشفرة، وهذا هو المعروف، أنه الجزائر بإمكانياتها المادية والبشرية لها من البنية التحتية لإمكانية لاحتضان نسخ من كأس إفريقيا، لكنها ترفض ذلك لأنها ترفض التعامل مع هذا الاتحاد الإفريقي الذي يقوده باتريس موتسيبي من خلال المرافق الرياضية الموجودة. لماذا؟ لأنه قرارات غير واضحة، وقرارات تصب في مصلحة عكس مصلحة كرة القدم الإفريقية. اليوم باش نكونوا صراحة ونقولها، في كرة القدم الإفريقية ما كانش هو صدفة أو زيارة تكون فيها صدفة، وإنما كل زيارة محسوبة وكل توقيت عنده معنى. أنفانتينيو في الجزائر رسالة إلى المغرب، رسالة إلى الأقجع، رسالة إلى الكاف، إلى باتريس موتسيبي بضرورة المراجعة. وهنا راح تكون كما نقولوا صراعات، ويكون فيها التكتلات ما بين من يدافعون عن كرة القدم الإفريقية ومن يدافعون على الكواليس. موتسيبي المغرب راح تطمعه من خلال احتضان كأس أفريقيا 2027 و2028. والمنابر الإعلامية في المغرب بدأت تتحدث على هذه النقطة في الوقت اللي الشارع المغربي رافض. قال لك 2025 احتضناها وخسرنا أموال كبيرة ودخلنا في مديونية وبركانة وباسطة بزاف علينا، لكن بدأوا يتحدثون أنه احتضنوا 2027 و2028. وعلى الصعيد الرياضي حتكون عندنا فرصة للنجمة بين قوسين، هم يقولوا الثالثة والرابعة، لكن الشارع المغربي رافض. باتريس موتسيبي يقول لك أنا نحاول نتماشى مع المغرب ونسلك كأس أفريقيا 2027 2028، لأنه من يقول أنه 2027 ربما تلغى صعب شوية، لأنه الحقوق التلفزيونية بيعت وصعب أنك تلغيها، يعني نجمعها في 2027 تصبح هي 2028 صعب، لكن ممكن. في الجهة المقابلة أنفانتينيو الزيارة تاعو راح يكون تجديد بأسماء شابة، نتكلموا على صادي، نتكلموا على إيتو صامويل، نتكلموا على الأسماء اللي ممكن تقدم إضافة ورؤية جديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما هو قادم. وعارفين أنه الاتحاد الإفريقي واحد من الاتحادات الوازنة من حيث عملية التصويت على مستوى مقاعد الفيفا، و54 اتحاد عنده وزن وعنده ثقل ويمشي كثير في موازنات على مستوى من يكون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. لهذا أنفانتينيو راح يستمع وراح يكون ربما بداية لإطاحة بباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، ويكون القادم افضل، لكن هذا لن يكون الا من خلال وضع أنفانتينيو في صورة كاملة، والاشتغال على مستوى الدبلوماسية الرياضية، والاشتغال على أن الجزائر جاهزة رياضيا، جاهزة دبلوماسيا، جاهزة جماهيريا، جاهزة سياسيا لإنقاذ كرة القدم الإفريقية، ومعها أيضا الكثير من الاتحادات الإفريقية الفاعلة، نيجيريا بدرجة أقل، لكن السنغال وكاميرون وأيضا كوت ديفوار ومصر، هذه الاتحادات الرائدة والوازنة على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لهذا نقول ربما اليوم زيارة أنفانتينيو لن تكون صدفة، وإنما هي رسالة مباشرة أو غير مباشرة لباتريس موتسيبي ومن يواليه بأن القادم سيكون تغيير. ماذا بيا في تعليقاتكم تعطونا هل هي حقيقة زيارة
فيها تحمل رسالة غير مباشرة، أم أنه صدفة وهي زيارة ككل الزيارات؟ وماذا على صادي أن يقدمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينيو للعمل لإنقاذ كرة القدم الإفريقية، وأيضا من خلالها يكون تطوير كرة القدم الإفريقية والعودة للمنافسة النازحة. السلام عليكم.